السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وتوصلكم إن شاء الله هذه الوصفة وانتم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله باش نوجد معكم كرواسة منزلية، وصفة مزيونة بزاف وسهلة، ولكن تعطي نتيجة صراحة رائعة تماما بحال الكرواسة اللي أنشريو من الزنقة. مع طريقة اللي باش نحضر بها العجين المورق تجي سهلة بزاف، وأهم حاجة أنه اقتصادي. فما تنسوش يعجبكم الفيديو تخليو لايك وتعليق، الاشتراك في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد. هنا عندي 600 غرام د الطحين ولا 6 الكيسان د العنبة، عندي كاس صغير د السكر، عندي واحد ساشي د الخميرة د الحلوى، وعندي واحد ساشيه د الفاني. غنضيف عليهم معلقه صغيره د الملحه. بغيتو تكون العجينه مالحه ما تبقاوش معلقه، عفوا ما تبقاوش كاس السكر كامل، بقاو غير 2 معالق. قيت معلقه ونص د الخميره د الخبز ونخلط هاد المكونات. من بعد ضفت عليهم معلقه كبيره عمره مزيان الزبده. نحاولوا اننا نرمل هذيك الزبده مزيان مع الطحين. عاد من بعد باش نضيف الماء بحال هذا الشكل. عندي كاس العنبه كامل د الماء، في الاول نكبو كامل ونخلط باطراف الاصابع مزيان، وبعد نضيف الكاس الثاني. انا هنايا ضفت 2 كيسان د العنبه د الماء وواحد تقريبا 2 معلقات. هادوك 2 معلقات ما تصوروليش في الاخير. صافي بحال هكا نحاول انني نخلط هاد المكونات مزيان، ومن بعد باش نجيب ورق الزبده ونغطيها ونخليها جانبا 10 دقائق بحال هذا الشكل كما كتشوف. حاولوا انكم تحطوها في شي مكان دافئ باش دغيا تفاعل هذيك الخميره وترتاح معكم العجينه دغيا. صافي بحال هذا الشكل. من بعد ما دازت 10 دقائق مسحت سطح العمل مزيان وحطيت فيه هذيك العجينه. ما استعملت لا ما تلصق ما والو، ما استعملت لا طحين لا زيت، كما كتشوفوا بحال هكا. لا ما يعني غير هكا بوحدها كتدلكا مزيان حتى ترجع واحد العجينه رطبه وملسه. صافي بحال هذا الشكل. ومن بعد خليتها جانبا تقريبا 10 دقائق واحده اخرى غير ترتاح، ما نخمروهاش. صافي بحال هذا الشكل. انا عندي 300 غرام د الزبده. الزبده هذه خاصه بالتوريق. جيت ليها وبسطتها كما شفتوا بحال هذاك الشكل في بلاستيك غذائي وخليتها. من بعد ما ارتاح لي العجين جبته وكما كتشوفوا كنبدا يخبر حيت كان شويه الجو دافي، ونحاول انني نبسطو بحال هذا الشكل كما كتشوفوا على قد هذيك الزبده اللي عندي باش تجي لي هذيك الزبده في الوسط د هذا العجين. كاينه واحد العجينه اخرى مورقه ما يقوش فيها الخميره، مره اخرى ان شاء الله ونصاوب معكم. صافي بحال هذا الشكل. نحاول انني نغلق مزيان على هذيك الزبده، ومن بعد بحال هكا بالمدلك. شوفوا الطريقه اللي كندير، ما تطلقوش مباشره هكا، بركو في بلاصه وبلاصه فوتوها بحال هذا الشكل. من بعد باش تبداو تطلقوها بالمدلك عادي، ما تكونش رقيقه بزاف، وكما تشوفوا معايا باش تنيوها على 4 بحال هذا الشكل، الجهه الاخرى فوق العجينه والجهه الثانيه الجوانب. ومن بعد باش تجمعوها كتعطيكم 4 ديال التنيات بحال هذا الشكل. وخليتها 5 دقائق درتاح. بعد ما ارتاحت 5 دقائق كما كتشوفوا 4 التنيات الاولين هما كاينين. من بعد باش نقيو نفس العمليه بحال ما لقيت في الاول، نبسط بالمدلك. حاولوا ما تطلقوش في جهه واحده، غير بحال هذا الشكل المدلك ضربه بلاصه ضربوا فيها وبلاصه لا، وبالاستعانه بشويه د الطحين ولا شويه د النشا. من الاحسن يكون نشا لانه كيساعد في التوراق. صافي بحال هذا الشكل. من بعد غنبقى نبسط كما قلت لكم، بلاصه نضرب فيها وبلاصه لا، حتى تبسط لي ونحصل على الحجم اللي بغيت انا. الصراحه انا ما عبرتوش، ما عارفه شحال بالضبط كان فيه من سنتيم، ولكن كانت يعني ترقات معايا مزيان. صافي بحال هذا الشكل. من بعد في الاخير نحاول انني نطلقها عادي بحال هكا، كتبسط معي عادي. هاد الطريقه هذه كتخلي الزبده تبقى بلاصتها وما تخرج ليش من الجنيبات د العجين. صافي بحال هذا الشكل. كملت بطليق العجينه مزيان. ومن بعد باش نقي نفس العمليه باش تنيها عاوتاني على 4. ممكن انكم تنيوها على 3 وممكن على 4، او لا بنفس الطريقه. هذه العمليه هذه باش تزيدوها تعاودوها واحد 2 مرات ولا غير مره واحده، لان كل ما كثرتوا في التنيات كل ما كتجيكم ورقه اكثر. بحال هذا الشكل. انا اكتفيت بجوج ديال المرات ديال التني، ومن بعد خليتها ارتاحت مزيان وغطيتها هنايا تقريبا ببلاستيك غذائي تقريبا 4 ساعات وهي كترتاح. من بعد قسمتها على 2 باش نبدا دابا نطلقها ونشكل منها كرواسه
بحال هاد الشكل كما كتشوفوا. قسمتها على جوج. شوفوا ما شاء الله كيف كتجي فيها التنيات، كتجي فيها الصراحه التنيه غزاله وكتجي رائعه جدا هاد العجينه. كان ممكن انكم تغلفوها بحال هاد الشكل وتخشوها في الثلاجه، فهي ما كيوقع ليها والو، كتبقى طبيعيه الا حطيتو بها في الثلاجه. اولا بحال هكا كما كتشوفوا. لاحظوا معايا بقيت غير كنتني، عفوا كندير نفس الحركه اللي لقيت في الاول كاع، كنعاودها عاوتاني هاد المره. أه تحاولوا انكم تبسطوا بحال هاد الشكل، ضربه هنا وضربه هنا، عاد في الاخر ملي تسرح معاكم باش تعاودوا انكم تطلقوها نيشان، باش كتطلق معاكم دغيا وكتجيكم سهله في التطليق وما تعذبكمش. صافي بحال هكا. كانت عندكم الماكينه ديال العجينه، حاولوا انكم تخرجوها بها فهي كتجي اسهل. صافي بحال هاد الشكل. بعد ما كملت انا قطعت عفوا طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا، بقى تقريبا فيها هكا واحد 2 سنتيم. هنايا ضروري انكم تقطعوا الجوانب ديالها مزيان كاملين بحال هاد الشكل كما كتشوفوا. من بعد انا استعملت المسطره باش عبرت باش يجيو لي كرواسه ديالي تجي لي وحده قد وحده. لقيت في كل وحده 10 سنتيم في العرض. صافي بحال هاد الشكل. ومن بعد ما عبرتها بديت نقطعها بالمسطره. في الاول كتقطعوها على شكل طولي كما كتشوفوا بحال هاد الشكل، عاد من بعد كل هكا كل شريط باش نخرج منه 2 حبات. صافي بحال هاد الشكل كما كتشوفوا. عاوتاني استعنت بالمسطره غير باش يجيو ليا مقادين، كيجيو مقادين صراحه فاش كتدقيو هكا المسطره وما كيجيوش عاوجين، ويجيو حجم واحد. الكرواسه ديالكم كتجي حجم واحد. صافي بحال هاد الشكل. وتقريبا انا هنايا كل قطعه د العجين، حيت العجين قسمته على جوج، كل مربع د العجين عطاني 12 حبه. صافي بحال هكا. من بعد نحاول انني نكمل الكميه ديالي كامله د العجين، نقطع الشرائط ديالي ومن بعد نعاود نقطعهم بالمسطره كما كتشوفوا بحال هكا. فهاد الطريقه هذه سهله وتجي كرواسه تجي الشكل ديالها صراحه غزال بهاد الطريقه هذه. ومنين تساليو الكرواسه ديالكم ضروري يكون عندكم شي بلاصه، الا ما كانش عندكم شي بلاصه دافيه ضروري ما تسخنوا الفران وتطفيوها وتخشوها فيها باش تخمر لكم دغيا، وكتعطي نتيجه احسن صراحه الا خمرتوها هكا حطيتوها بلاصه دافيه. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، تقيو واحد رشيطه في الوسط ومن بعد كتبداو تنيو بحال هكا. حاولوا انكم قبل ما تنيو تحاولوا تجبدوا هذيك العجينه شويه بحال هكا كما كتشوفوا، جبدوها مزيان عاد تنيو. شوفوا ما شاء الله شحال كتجي العجينه سهله بزاف في انكم تشكلوها. شوفوا ما شاء الله كيف كتجي، وكتجي صراحه غير التليفون ما مبين ليش هادوك التنيات اللي جايين في الجناب صراحه، وهادوك التوريقات اللي جايين في جناب هاد الكرواسه هادي. صافي بحال هالشكل. نحاول نزرب الفيديو شويه باش ما يجيش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت نوريكم الطريقه اللي صوبت اللي كان صراحه سهله بزاف. صافي بحال هالشكل. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كما قلت لكم ضروري تسخنوا الفران حيت كاين دابا الجو بارد. سخنوا الفران وحطوها فيها وخليوها تقريبا واحد هكا نص ساعه كتخمر غزاله معاكم بحال هالشكل. انا خليتها وغطيتها بورق الزبده، خليتها حتى خمارت. شوفوا ما شاء الله منين كتخمر كيتضاعف الحجم ديالها كيف كتولي. فكما كتشوف معايا كيف كتخمر كينتفخ الحجم ديالها وكتجي صراحه رائعه. انا صراحه عجبني بزاف المنظر ديالها فاش خمارت، جات تماما بحال هذيك اللي نشوفوا في المتاجر الكبرى، كتكون هكا كتخمر منفوخه بحال داك الشكل تماما، غير هي مصوبه في الدار. صافي بحال هذا الشكل. من بعد ضروري اصفر البيض يكون معاه شويه الحليب ولا شويه الخل. دهنتها بوطه مهيله وشخل دخلتها من الجهه الفوقانيه ديال الفران كما كتشوفوا بوطه مهيله، وسديت عليها الفران. في البدايه كنت سديت عليها 10 دقائق، مورا 10 دقائق هبطت لتحت في الفران. بالنسبه للكميه اللي بقات لي فانا قسمتها على جوج حيت كانوا عندي لاطات صغارين، واحد اللاطه درت فيها 6 ووحده درت فيها 6. شوفوا ما شاء الله هنا تقريبا دوزت لي 4 ساعات كامله في الفران. مع كل شويه خصكم تدوروها، حاولوا انكم تعطيوها الخطر باش تحمر مزيان. غير واحد الملاحظه، الا كان عندكم الفرن الكهربائي النتيجه غتكون احسن. انا هنا ما عندي غير الفرن الغازي. وشوفوا ما شاء الله كيف جات غزاله وجات مورقه تماما بحال اللي كنشريو من برا. والا كان عندكم الفرن الكهربائي انا متاكده ان الشكل ديالها كيجي حسن وكتجي محمره اكثر وكتجي منفوخه اكثر. ولكن انا هنا غير بالفرن الغازي، وشوفوا ما شاء الله النتيجه شحال مرضيه وشحال جات غزاله.
ولكن هنا اهم حاجه هو ان هاد العجينه هذه ناجحه 100%. صافي بحال هاد الشكل كما تشوفوا انا كملت الكميه ديالي اللي كانت بقات لي في الطياب كامله. فهادو 6 اللي كانوا الاولين عندي في اللاطا وهادو 6 الثانيين. صافي بحال هاد الشكل كما تشوفوا 24 حبه ديال الكرواسه منزليه رائعه، مقرمشه من برا بزاف ومورقه من داخل، والبنه اللي جات فيها الصراحه رائعه بزاف. نتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوها. ما تنسوش الا عجبكم الفيديو بحال ديما تشتركوا معايا في القناه باش دائما يوصلكم كل الفيديوهات، وما تنسوش لايك وتعليق للفيديو. شكرا بزاف على مشاهده الفيديو. نخلي لكم الحساب ديالي في انستغرام وصفة حياة، نفس السميه ونفس البروفيل نخلي لكم في صندوق الوصف، المقادير كذلك نعاود نكتب لكم في صندوق الوصف. شكرا بزاف لمشاهده الفيديو، بصحه وراحه.